اهلا بيكم في قناة انا وطفلي. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم كل الناس بتقول فيه ان الجيل ده ضايع، بس السؤال هنا مين اللي ضيعه؟ وهل فعلا ولاد زمان كانوا اجدع ولا ده حنين مبالغ فيه للماضي؟ خليكم معايا للاخر لان اللي هقوله ده هيغير طريقة تفكيركم تماما. خلينا نتفق ان كل جيل بيشوف اللي بعده اضعف واقل منه، وده شيء طبيعي. زمان كانوا جدودنا كانوا بيقولوا العيال باظت مفيش زي ولاد زمان، وبعدين ابوك قالها عليك ودلوقتي انت بتقولها على ابنك. بس رغم ان ده طبيعي الا ان في فرق حقيقي فعلا حصل. تعال نفتكر سوا. واحنا عندنا 9 سنين كنا بننزل نشتري من السوبر ماركت لوحدنا، ولما نتم 10 سنين كنا بنعدي الشارع ونروح النادي او الدرس من غير ما حد يوصلنا، ولما نتم 12 سنة كنا بنتصرف في خناقاتنا وخلافاتنا مع اصحابنا من غير تدخل حد. كنا بنطلع نقول لاهلنا نازلين نلعب وما بيرجعوش يسالوا فين ومع مين. كنا بنتعلم الجدعنة في الشارع والاحترام في البيت والاعتماد على النفس بالمواقف مش بالكلام. الجدعنة ما كانتش كلمة، كانت اسلوب حياة. لو شفنا صاحبنا اتخانق ما نقفش نتفرج، كنا بنتدخل معاه. لو واحد ما عندوش مصروف كنا بنتشارك السندوتش من غير تفكير. لو حد غلط فينا كنا بنواجهه عين في عين مش بلوك وحذف. زمان كان في صلابة نفسية مش هشاشة. طب السؤال هنا، هل ولاد دلوقتي اتغيروا ولا اتربوا غير زمان؟ تعال نبص لأولادنا النهاردة. طفل 10 سنين ما بيعرفش ينزل يجيب حاجة من تحت العمارة، هتلاقيه بيعيط بسهولة وبيتوتر وبيزعل من أي كلمة. مش عارف يكون أصحاب بسهولة لأنه طول الوقت مش مع ناس حقيقية. لو حصلت له مشكلة صغيرة أول رد فعل هتلاقيه بيعمله الحقيني يا ماما أو الحقني يا بابا. اللعب الحقيقي بقى قليل والتابلت والموبايل بقى الصديق الأول، وهو ده الفخ الخطير الجديد. زمان الطفل كان بيقع ويتعلم يقوم، دلوقتي احنا اللي بنجري نسنده قبل ما يقع اصلا. زمان كان الطفل بيختلف ويتخانق ويتصالح، دلوقتي بيزعل وبيقفل الشات. زمان كان بيخاف لكن بيواجه، دلوقتي بيخاف هتلاقيه بيستخبى. طب ليه احنا السبب من غير ما نقصد؟ تعال اقول لكم على 6 حاجات احنا بنعملها من غير ما نحس دمرت حاجات جميلة في اولادنا. اولهم الحماية المبالغ فيها. احنا خايفين عليهم فبقينا بنعمل كل حاجة بدلهم، حتى حل المشاكل اللي المفروض يتعلموا يحلوها بنفسهم. تاني حاجة الخوف من الفشل. زمان الفشل كان درس، النهاردة الفشل عند الأطفال بقى كارثة. ليه؟ لأننا ما بنسمح لهمش يفشلوا أصلا. تالت حاجة المقارنات القاتلة. شوف ابن خالتك، شوف ابن عمك، الجملة دي لوحدها كفيلة تكسر ثقة أي طفل. رابع حاجة العقاب أسرع من الحوار. الطفل يجي يغلط نزعق له، طب نيجي نشرح، لا مفيش وقت، فيطلع لنا طفل خايف مش طفل متعلم. خامس حاجة السوشيال ميديا. ولادنا ما بيقارنوش نفسهم بينا، بيقارنوا نفسهم بالناس على التيك توك ويوتيوب، وده بيعمل ضغط نفسي لا طفل يقدر يتحمله ولا ناضج. سادس حاجة انشغلنا الدايم. احنا موجودين في البيت لكن مش موجودين معاه، جسمنا حاضر وعقلنا في الشغل في الموبايل في الحياة. فالنتيجة طفل عنده كل الامكانيات بس ناقصه اهم حاجة الصلابة النفسية. طب نعمل ايه عشان نصلح اللي اتكسر؟ اول حاجة نسمح له يجرب حتى لو هيغلط، ما نمنعوش يقع، علمه يقوم. تاني حاجة اديله مسؤوليات صغيرة، خليه مسؤول عن حاجة في البيت، ترتيب أوضة، رعاية، زرعة، تجهيز شنطته علشان يحس بالقيمة. تالت حاجة قلل الحماية وزود الثقة. احنا مش هنقدر نحميهم طول العمر لكن نقدر نعلمهم يحموا نفسهم. رابع حاجة علمهم بالمواقف مش بالمواعظ. ما تقولش خليك جدع، خليه يشوف الجدعنة فيك انت. خامس حاجة اديهم فرصة يحلوا مشاكلهم. لو اتخانق معهم ما تجريش تتدخل، سيبهم يتصالحوا ويتعلموا التفاوض. سادس حاجة استبدل العقاب بالحوار. اسأله ليه عملت كده، كنت ممكن تعملها ازاي غير كده، ده بيبني عقل مش خوف. وسابع حاجة لازم نقلل الشاشة ونزود التجارب، ننزله يلعب في الحقيقة مش يكتفي بلعب افتراضي. خليني احكي لكم قصة صغيرة هتوصل الفكرة اسرع. كان في طفل كل ما يغلط ابوه يزعقله، انت ليه مش بتفهم، هتفضل غبي كده لحد امتى؟ كبر الطفل وبقى راجل ناجح جدا في شغله، بس اي قرار جديد بيتردد، اي فشل صغير بينهار، وده سببه انه اتربى على الغلط بيساوي عار مش فرصة للتعلم. وفي طفل تاني كان ابوه يقول له غلط ولا يهمك نتعلم ونعيد تاني. كبر الطفل ده ولسه بيغلط بس الفرق ما بيخافش يغلط، وده سر قوته. الخلاصة اللي هتزعل شوية بس حقيقية، ولادنا مش أضعف منا لأنهم وحشين، هم أضعف لأن احنا قوينا الدنيا عليهم وضعفناهم من غير ما نقصد. أولاد زمان ما كانوش أحسن، هم كانوا بيعيشوا الحياة على حقيقتها، واحنا دلوقتي بنحمي ولادنا من الحياة نفسها. ولو الفيديو لمسكم اعملوا لايك وشير وقولوا لي رأيكم، ولاد زمان كانوا أجدع ولا احنا بس اللي ربينا جيل مختلف؟ واشوفكم على خير الفيديو اللي جاي.